السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاية معكم بجولة جديدة من قلب خيمتنا مع رانيا تيوب من قلب غزة، وراح تكون عبارة عن زرعات خيمتنا. راح فرجيكم زرعات خيمتنا شو زرعنا من أول ما نزحنا على المواصي. تنسوا التعليق على الفيديو لحتى يطلع لأكبر عدد والاشتراك بالقناة. يلا نبلش. راح نستفتح بأول شجرة البندورة. تابعوا معنا الفيديو وشوفوا ما شاء الله كيف شجرة البندورة نجحت عنا. هذه من خلال بذور البندورة بناخد البذرة تحت البندورة وبنرميها في الحواض، والحمد لله بتطلع شجرة بندورة زي ما انتم شايفين. شوفوا ما شاء الله كيف الحبة كبيرة ووافية، بس لحتى الآن ما احمرت. بما انه البندورة غالية كتير بالسوق ما بنحب اللي بيستغلنا، فاحنا بنزرع البندورة عنا بخيمتنا لحتى ناكل من ثمرات خيمتنا. زي ما انتم شايفين البندورة نجحت والحمد لله، وهذه الشجرات من بذور البندورة. لو انتم من محبين الزراعة ازرعوها عندكم، حطوا البذور في الارضية وراح تطلع باذن الله شجرة. الان راح نرش شجرة البندورة بالدواء لحتى تكبر الحبة وتصير حمراء وتنجح اسرع وقت. ما تنسوا الصلاة على النبي يا جماعة، وخلينا نفرجيكم شجرة تانية من شجرات خيمتنا. والآن انتقلنا إلى شجرة اليقطينة زي ما انتم شايفين. قبل هيك قطعنا منها وعملنا طبخة اليقطين. قاعدين بنرش اليقطينة بالدواء لحتى تنجح الشجرة وما تخرب وتصفر وتدبل. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. شوفوا ما شاء الله كيف شجرات خيمتنا. هدول زرعناهم أول ما نزحنا على المواصي. كل مكان بننزح فيه بنزرع، وبعد هيك بنرجع ننزح مرة تانية. كيف هيك ورقتها بتكون دبلانة، فلهيك احنا بنرش عليها دواء لحتى ترعرع وتصير خضرة. نحاول قدر المستطاع نسعى لتحقيق الربح، فبمشاهدتكم وبدعمكم إلنا راح نصل بإذن الله. شوفوا ما شاء الله كيف شجرة الذرة بإذن الله راح ناكل منها. شوفوا ما شاء الله كيف الكواز عليها، بس إنه لسه صغار مش مبينين. أفرجيكم الآن شجرة البطيخ. هي البطيخة، شايفين كيف زرقة لجوا مش مبينة. كمان قرعة لما يتوفر الطحين راح نعمل مفتول فيها ونصور لكم إياها على القناة بإذن الله. شوفوا ما شاء الله كيف القرعة كبيرة، بس ما إلها طحين طبعا اللي الواحد يعمل مفتول. إحنا بنحب المفتول كتير وإحنا من عشاق المفتول، ومفتول أهل غزة كتير مرتب. الحوض الثاني شوفوا ما شاء الله كيف شجراته. هنا في كان ملوخية كمان وقطعناها. هاي الملوخية معاكم أكلناها من مدة أسبوع. يعني شوفوا ما شاء الله البطيخة. بنصح كل واحد نازح في خيمة إنه يزرع ويأكل من ثمرات خيمته. شوفوا ما شاء الله كيف كواز الذرة على الشجرة. بإذن الله راح ناكل منهم ذرة هذه السنة. شوفوا ما شاء الله. وهان في بطيخة زارقة لجوة، تعالوا أفرجيكم إياها. مش بطيخة يا جماعة، طلعت قرعة، توقعت إنها بطيخة.